يا مساء الفل على عيونكم يا حلوين حبايبي وصحابي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم في فيديو جديد ووصفه جديده وحاجه كده، بصوا اخر يعني حلاوه. انا عملت النهارده وصفه حلوه قوي، اساسيه في اكله كده كلنا بنعملها. مفيش بيت من بيوت المصريين غير لما بيعملها. هي حاجة كده مهمة وجميلة، بتدي طعم للأكل اللي احنا بنعمله. تعالى أقولك ايه هي الوصفة وايه مكوناتها، ويا ترى سهلة ولا لأ، مكوناتها موجودة في البيت ولا لأ. تعالي معايا نبتدي الوصفة وأقولك على المقادير وأقولك ايه الحاجات اللي أنا بستخدمها. أول حاجة كده يا حلوة انت وهي معايا هنا نص راس توم مبشورة كويس، ومعايا كمان 3 ليمونات معصورين، وكمان معانا ربع كوباية خل زي ما انتوا شايفين كده. وصفات سهلة وبسيطة، حاجات موجودة في كل بيت. وكمان معانا هنا معلقة ملح صغيرة، ومعلقة كزبرة صغيرة، ومعلقة كمون كبيرة. معلقة الكمون كبيرة لأن الوصفة ديت بتعتمد على الكمون عشان بيدي طعم ونكهة كده جميلة. دي وصفتنا النهاردة ومقاديرنا سهلة وبسيطة، مش محتاجة حاجة. تعالوا بقى نبتدي نشوف هنعمل الوصفة ازاي وهتبقى طعمها ايه، ويا ترى ايه هي الوصفة ديت اللي احنا بنعملها، اللي بتبقى طبق رئيسي في الاكل اللي بنعمله. اول حاجة كده انا نزلت بالثوم زي ما انتوا شايفين في بولة كده. عندك بقى بولة عايزة تعمليها في ازازة براحتك بقى. وهنزل بقى بالمكونات بتاعتي، الملح والكمون والكزبرة الناشفة. عايزة اقولك الكزبرة برضو جميلة، بتدي طعم ونكهة للوصفة دي حلوة قوي. وهنزل كمان بالليمون اللي انا عصراه. اهم حاجة تقلبي كويس عشان المكونات تدوب، يعني يبقى الملح والكزبرة والكمون يدوبوا كويس جدا. وكمان هنزل بربع كوباية الخل. خلاص كده انا حطيت كل مكوناتي يعتبر خلصت، بس طبعا علشان ما تبقاش نكهتها جامدة قوي او مثلا بتلسع كده او حاجة، هزود لها نص كوباية مية. نص كوباية مية على الوصفة بتاعتنا عشان تبقى خفيفة وحلوة. وكمان ما تزوديش مية عن كده علشان ما تخفش ويبقى كل المكونات اللي حاطينها طعمها مش باين وما تبقاش حلو. هنا خلاص وصفتي كده خلصت، انا خلصتها مش محتاجة مني اي حاجة. تقدري بقى بعد ما تقلبيها كده كويس تحطيها بقى في ازازة، تحطيها في طبق كده جنب الاكلة بتاعتك. وتعالى اقولك ايه هي اكلتي. هنا بصوا عملت طبق كشري مصري. بصي بقى مش قادره اقول لك، ولا تقولي لي محلات ولا غير محلات. احنا كنا بنعمل الدقه اللي بنحطها دايما جنب الكشري وبنطلبها لما بنروح المحل او نطلب اوردر من بره. عملتها لك بنفس طريقه المحلات، وكمان عملت جنبها شطه. بصي وصفه جامده. الوصفه سهله وبسيطه، مش هتكلفك حاجه، مكوناتها عندك في البيت تقدري تعمليها، مش هتاخد منك 3 دقايق. بتدي طعم للكشري وبتبقى مهمة جدا. يا رب الوصفة تكون سهلة، ويا رب تكون عجبتكم. مع السلامة واشوف وشكم بخير.